هندمس الفول النهارده بطريقة جديدة مختلفة خالص عن أي طريقة جربتوها قبل كده. كنت فاكرة خلاص بقى إن أنا عرفت كل تكات تدميس الفول، لحد في مرة كده كنت بقرا في كتاب عن تدميس البقوليات، وقلت خليني أجرب الطريقة، وبصراحة كان أحلى فول عملته في حياتي. الفول حرفيا هيستوي في أقل من ساعتين، يمكن تقريبا كده في ساعة ونص، من غير حلة ضغط وفي حلة عادية جدا ومن غير دماسة كمان. الفول بيطلع زبدة وكريمي جدا من جوه، والقشرة بتاعته بتبقى طرية مش مجلدة أبدا ومش فاصلة عن الفولة. امشوا على الخطوات مظبوط، والفول عمره ما لونه هيغير معاكوا، هيبقى لونه تحفة يجنن كده، وكمان قوامه زي ما بيقولوا على عربيات الفول انه مغري، يعني قوامه تقيل وممتاز. علشان تجربة الفول تكمل كده هنعمل معاها الدقة والطحينة اللي بتلاقوهم كده على عربيات الفول وفي المحلات. بصراحة طبق فول حكاية. هستخدم نص كيلو من الفول، ده فول مصري، يفضل الفولة البلدي اللي بتبقى صغيرة وحبتها فاتحة. لو هتجيبوه من العطار قولوا له عايزين الفول البلدي بس يكون جديد، مش القديم، لأن الجديد بيبقى قشرته بتستوي أسرع. طبعا نقيت الفول كويس جدا وبعدين غسلته. هبدأ الأول في تحضير المحلول اللي هننقع فيه الفول. معايا تقريبا 6 كوبايات من المية، يعني لتر ونص. هزود عليهم معلقتين كبار من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي هي الصودا، أو يعني الصوديوم بايكربونات. لو مش متاحة ممكن نستبدلها بمعلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر. اتأكدوا بس ان الملح داب كويس، وهننقع الفول بتاعنا في المحلول ده تقريبا من 6 ل 8 ساعات. انا سبته من بالليل لتاني يوم. لو مستعجلين هنعمل المحلول بنفس المقادير بالظبط، بس استبدلوا المية الفترة بمية مغلية، وبننقع الفول تقريبا 3 ساعات. الملح يا جماعة مش هيخلي الفول مالح، هو بس هيشتغل على قشرة الفول. كل اللي بيعمله الملح مع الصودا ان هما الاتنين بيشتغلوا على قشرة الفول ويخلوها تنعم كده وتطرى وتتمدد بسهولة، فلما الفولة بقى تشرب المية كده وتقلبظ وتكبر، القشرة مش هتتقطع، وفي نفس الوقت بتبقى الفولة طرية زي ما انتوا شايفين. بعد النقع بتتقطع بسهولة جدا، والقشرة برضو بتبقى مرنة. بعد النقع بناخد الفول نصفيه ونشطفه كويس جدا جدا عشان نتخلص من اي بواقي للملح. وبرده بننقي الفول نتأكد ان مفيش اي حاجة مسوسة او بايظة. انا كنت منقياه الاول، وبعد النقع برده بعيد عليه علشان نتأكد ان هو كله تمام. زي ما قلت لكم بندمسه في اي حلة، دي حلة فخار بس اي حلة عندكم تنفع، اهم حاجة ان هي تكون واسعة كفاية وكمان قعرها تقيل. هحط الفول وهزود عليه مية مغلية، وهرفع الحلة دي على النار لحد لما تبدأ تغلي. النار عالية وغطا الحلة متوارب شوية كده علشان المية ما تفرش. هنسيب الفول ياخد غلوتين بس كده. المية لو لاحظتوا هتلاقوا لونها غامق، هناخد المية دي نتخلص منها ونرجع الفول تاني للحلة. صفيته من غير ما اشطفه، وهزود عليه كوباية كده من الفول بتاع الطعمية اللي هو الفول المجروش. غسلتها كويس ونقعتها في مية قد ساعتين ولا حاجة. ممكن ما تنقعوش الفول المجروش، بس يعني ده افضل علشان القولون بيبقى اخف كتير. الفول المجروش بيساعد ان المدمس بتاعنا كده يبقى لافف واخد قوام حلو. هزود عليه نص كوبايه من العدس، شطفتها كويس وصفتها، ومعاها فصين من الثوم وطماطميه. يفضل ان احنا نشيل القشر بتاعها علشان كده ما يعومش على وش الفول. هزود بقى ميه مغليه، لازم تبقى الميه مغليه، ما ينفعش نزود ميه بارده، وتكون كده فوق الفول قد مثلا 5 سنتي ولا حاجه. معايا ليمونه هعصرها وهسيب القشر جوه الفول. يا ريت نشيل البذر لانه ممكن يخلي الفول يمرر. برجع الحلة على نار عالية، وطول ما الفول على نار عالية أنا بخلي الغطا كده متوارب. أول ما يدخل في الغليان كده هنشيل الريم اللي بيتكون على وش الفول الأول، وبعدين نسيبه يغلي غلوتين، نهدي النار خالص ونغطي الحلة. عايزة النار كده تبقى زي الشمع. لو عندنا الشياطة اللي بنحطها تحت حلة الرز هنحطها برضو في تدميس الفول. بغطي الحلة كويس بفوطة مبلولة ومعصورة كويس. يا ريت تبقى فوطة تخينة شوية علشان ما تنشفش بسرعة وهي على حلة الفول. ممكن تغطوه بورق فويل. أهم حاجة ان انا عايزه اكمر البخار على قد ما اقدر جوه الحله. بعد تقريبا ساعه الا ربع كده بكشف الغطا واشوف لو الفول محتاج ميه بزوده، بس لازم تكون ميه مغليه. كمان لو الفوطه نشفت ببلها واعصرها وارجعها على الحله. على ما الفول يتدمس تعالوا نعمل الدقه والطحينه. في الكبة أو في الهون هنضيف معلقتين من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر و3 فصوص من الثوم، وكمان هنزود عليهم رشة ملح علشان تسهل من طحنهم.
هزود عليهم معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة ونص صغيرة كده من الكزبرة الناشفة، أنا بحب أزود الكزبرة الناشفة دايما، وكمان تقريبا ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ممكن تزودوا لو حابين، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار كده من الكزبرة الخضراء أو البقدونس. بحط الخلطة دي كده في برطمان، وهزود عليها ربع كوباية من الخل الأبيض وربع كوباية من الليمون، وكمان معاهم ربع كوباية من الزيت. الزيت كده بيخلي الخليط كله يتقل شوية، يعني الدقة تبقى كلها داخلة في بعضها كده. هزود عليهم نص كوباية من المية، بس أنا كده بحب أحط المية في الهون علشان اخد كل البواقي اللي موجودة فيه، ونزودهم بقى على الخلطة بتاعتنا. هنقلب الدقة كويس قوي وبعدين ندوقها، لو حابين تزودوا مية تزودوا ملح أو أي مكون تاني. أنا بزود شطة لأني بحبها. والدقة طبعا ممكن تحتفظوا بيها في التلاجة تقعد لحد أسبوع، في أي وقت تعملوا فول هي هتكون جاهزة. دلوقتي تعالوا نعمل الطحينة اللي بتكون دايما مع الدقة. هنحتاج لربع كوباية من الطحينة الخام، هزود عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة كبيرة كمان من الخل الأبيض، نص معلقة صغيرة من الكمون ومن الكزبرة الناشفة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان هزود معلقتين كبار من الزبادي، دول اختيار يعني ممكن تستغنوا عنهم خالص. بقلب كل ده مع بعضه كويس، ولو حابين ممكن نزود فص توم صغير، ممكن كمان تزودوا التوم عن كده لو بتحبوه طعمه أقوى. هزود بقى شوية مية بسيطة كده وأقلب، ولو احتجت هزود تاني، يعني منضيفش كمية مية كبيرة في الأول، بنزودها شوية شوية علشان نظبط القوام مظبوط، يعني ما تبقاش سايلة قوي. واكيد طبعا هنظبط الملح، بنقلبها كويس قوي وبندوق بقى، حابين نزود اي حاجه من المكونات على حسب رغبتكم. خلوها بالسماكه دي كده، هي الطحينه بتتقل لما بتتساب في التلاجة. بكده يبقى الدقه والطحينه جاهزين. هعمل بقى سلطه جنب الفول. دي طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، هزود عليها معلقتين من البصل، معلقتين من الفلفل احمر واخضر يعني زي ما انتوا عايزين، معلقتين كمان من البقدونس او الكزبره، ورشة ملح، وكل الخضار يبقى متقطع صغير خالص كده. ممكن تزودوا عليها عصير ليمون وفلفل اسود او شطة، وبتبقى طعمها حلو قوي مع الفول. بعد ما فاتت تقريبا ساعة ونص، كنت في خلال المدة دي براقب المية، ما احتجتش ازود اي مية على الفول. الفولة كانت مستوية جدا، يعني تحسوا ان هي بقالها يعني من بالليل على النار، لكن هو مش هو ده القوام ولا اللون اللي انا عايزاه. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، بس قبل كده هنشيل الليمون من الفول، وهنحضر خلطة هتخليه يتحول تماما، يلف وياخد لون تحفة زي اللي بنجيبه من بره بس من غير اي الوان صناعية. معلقتين كبار من النشا، هزود عليهم معلقة كبيرة مليانة كده من صلصة الطماطم، هي دي اللي هتدي لون حلو قوي للفول، وربع معلقة صغيرة من الكركم، ما تخافوش طعمها مش هيبان خالص. هزود معاهم معلقة كبيرة من عصير الليمون وشوية مية صغيرين، مش هنزود مية كتير، يعني يدوب بس كده نقلب كل المكونات مع بعض. كل الفول في المطاعم وعلى العربيات بيبقى منضاف عليه ألوان صناعية الله أعلم مصدرها ايه، فأحسن حاجة نعمل حاجاتنا بإيدينا، والطعم بجد مش هيفرق حاجة، بالعكس أحلى بكتير. هزود الخلطة دي على الفول وهنقلبهم كويس قوي، وبعد كده هغطي الحلة وههدي النار، هسيبه بقى يغلي على النار الهادية قد 10 دقايق أو ربع ساعة، النشا تستوي وكمان الفول يلف كده ياخد اللون والقوام اللي انتوا شايفينه ده. لما نيجي نفرز الفول ما ينفعش نحطه في الأكياس وهو سخن كده، لازم نستنى عليه يبرد تماما وبعد كده نعبيه في أكياس الفريزر. ودلوقتي تعالوا نعمل أحلى طبق فول. شوية كده من الفول الطازة اللي لسه عاملينه، وهنزود عليهم رشة ملح، رشة فلفل اسود او شطة، وكمان الدقة لازم نرجها كويس قوي قبل ما نضيفها. هستخدم منها قد معلقتين 3 كبار، ومعلقة كبيرة كده من الطحينة اللي احنا مجهزينها، ونهرس بقى كل المكونات مع بعض. الفول يا جماعة كريمي مش محتاج حاجة خالص، حتى ممكن من غير ما تهرسوا اي حاجة. هزود بقى شوية زيت، يا سلام بقى لو زيت حار اللي هو زيت بذر الكتان عشان يبقى كده زي بتاع العربيات بالظبط، وشوية من السلطة، وهجرنش بقى طبق الفول بشوية من الطحينة. بجد وهمي لازم تجربوه. من كتر ما فعلا الطريقة دي حلوة ومختلفة، أتمنى إن هي توصل لأكبر عدد من الناس، فلو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو انتوا جداد متنسوش تشتركوا في القناة أو في صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير، سلام عليكم.